في مفاجأة مدوية. الأستاذ حسن موسى رئيس اللجنة الثلاثية في الزمالك بعد المجهود الكبير اللي عملوه واكتشافهم لمخالفات جسيمة يحكم عليها القانون وسرقة ونهب في نادي الزمالك من 65 موظف وهم بياخدوا 350,000 إلى إمام عاشور ولعيبة الصالات والعقود الرعاية. ده كله بدل ما نقول له يا سيادة الوزير شكرا واستمر في مكانك، طهر النادي وارتكب النادي عشان يرجع تاني نادي الزمالك القطب التاني للكرة المصرية، لا بنقول له مع السلامة اقعد في البيت. نرجو التوضيح يا سيادة الوزير وهنتكلم في الموضوع ده. ثم معانا حازم امام اللي قلبا وقالبا ما بيشوفش غير اللون اللي ورايا ده اللي هو الابيض، درع وسيف ماسكهم دايما للدفاع عن حقوق الزمالك سواء في الصح او في الغلط. انما لما تيجي عند النادي الاهلي اقفل التليفون واهرب بين مصر والسعوديه عشان بحلل ماتشات وتغور مصلحه النادي الاهلي مش مشكله، يخسر سوبر لا قدر الله مش مشكله، ما هو واخد كل حاجه السنه اللي فاتت. ومعانا رحيل القندوسي اللي بنديله تحيه كبيره، الراجل ما صدرش ازمه ولا حاجه. الازمه كانت عندنا في اداره التعاقدات اللي ما عرفتش تخلص المهاجم بدليل ان القندوسي راح سيراميكا كليوباترا، بنتمنى له التوفيق. ومعانا الحاج عامر حسين اللي بيقول لك الاهلي دايما مسبب مشاكل يا سياده الحاج عامر حسين. ده الاهلي المصري مش اهلي جده سياده الحاج عامر حسين. ومعانا الغندور اللي دايما الاهلي مسبب له حرقان دايما وعامل له كلام في دماغه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. حلقه جديده مع الدرع، حلقه نار مليئه بالاخبار. بشكر كل الناس اللي اشتركت لي في القناه فوق دماغي، وعلى بركه الله نبدا حلقتنا. يلا اخبط لايك. تغيير رئيس اللجنه الثلاثيه حسن موسى. تخيلوا عزيزي المشاهد جمهور الاهلي والزمالك واي حد بيشوف، بدل ما نكافئ الراجل هو ولجنته الثلاثيه الناس الشرفاء اللي دخلوا حطوا ايديهم على كل مفاصل النادي وطلعوا مخالفات بالكوم وسرقه ونهب جوه نادي الزمالك، بدل ما نقول لهم شكرا لا بنقول للراجل اتفضل احنا مش عايزينك. علامة استفهام كبيرة حوالين تغيير الراجل ده يا سيادة الوزير. لو عندك مغزى اطلع قوله للناس، انما راجل يكتشف كل السرقة دي والنهب ده جوه نادي الزمالك وحضرتك تشيله، لا كده هنفهم حاجة غلط. ايه هي الحاجة الغلط اللي هنفهمها؟ هنفهم ان الراجل ده اللي هو كان رئيس نادي الزمالك المعزول هو عندك فوق القانون، ممنوع تطلع اي مخالفات تخصه ولا تخص مجلسه. مخالفات بالكوم بدل ما نستدعي مجلس إدارة الزمالك للتحقيق في وزارة الشباب والرياضة سايبينهم بيصيفوا في الساحل الشمالي، وبالعكس ده احنا بنشيل الراجل اللي اكتشف المخالفات دي. يا سيادة الوزير ايه اللي بيحصل؟ يعني ازاي راجل حط ايده على المخالفات دي كلها، امام عاشور على ال 65 موظف اللي بيقبضوا 350,000 جنيه في الشهر وهميين ومش موجودين، وعقود الرعاية اللي اختفت، وعقود لاعبي الصالات اللي اختفت. عايزين نفهم ايه اللي بيحصل. فين القانون يا سيادة الوزير اللي بتطبقه؟ الناس دي ازاي بعد ما قامت بحملة التطهير دي كلها تشير الراجل؟ هل هو اعتذر؟ اطلع وضح. هل في حاجة في دماغك انه يجي رئيس لنادي الزمالك بعد كده؟ برضو اطلع وضح عشان الرؤية تبقى واضحة. انما راجل يطلع ده كله ويتشال، علامة استفهام كبيرة يا سيادة الوزير. نتمنى من حضرتك التوضيح. تاني حاجة معانا النهاردة وهو حازم امام اللي ما بيشوفش في مصر غير مصلحة الزمالك واللي هي فوق مصلحة منتخب مصر. بمعنى كان ساعتها في مرة الزمالك بيلعب في دور ال 64 مع فريق ضعيف درجة رابعة عندنا يكسبه، وكان الزمالك عامل نتيجة كويسة بره والموضوع منتهي، وكان في ماتش للمنتخب. فوجئنا بحازم امام بيقنع فيتوريا، لان حازم امام هو المحرك لاتحاد الكرة وهو المحرك لروي فيتوريا على ان هو اللي جايبه. فوجئنا ان هو بيتفق معاه انه يسيب لعيبة الزمالك للزمالك في دور ال 64 عشان يلعبوا، ودي كانت بالنسبه لهم ماتش مهم جدا. وري فيتوريا طبعا ولا قدر يتكلم، حاضر يا استاذ حازم طق قام منفذ القرار، واتحاد الكره قام مصدق. النادي الاهلي لما يجي يطلب نفس الطلب، بل بالعكس في نهائي بطوله زي السوبر الافريقي بطوله مهمه، لا حازم امام يقفل تليفوناته ويسافر السعوديه عشان لقمه العيش والسبوبه وربنا يرزقه ووسع رزقه. احنا بنتكلم بقى انك تدي ضميرك هنا وبعد كده تعمل اكل عيشك اللي بره الاضافي. انما النادي الاهلي يكلمك قافل تليفوناتك وما بتردش وبتتهرب. اتحاد الكوره نفس الكلام عشان تحل المشكله مع فيتوريا وتتهرب.
ما احنا مش لابسين فانلة بيضة بخطين حمر، لا ده احنا النادي الاهلي، ما الاهلي واخد بقى كل حاجة السنة اللي فاتت، ما يوجعوش دماغي. المنتخب عنده ماتشين تحصيل حاصل بعد صعد لنهائيات افريقيا، ثم انه التصنيف اتعمل وقرعة كاس العالم اتعملت، يعني الماتشين مالهمش اي لازمة خالص. فمن المفروض ان الاهلي اللي وقف مع منتخب مصر، وده واجب وطني، في كاس العالم للانديه ساب لعيبته للمنتخب في بطوله افريقيا يكملوا البطوله، ولعب بالصف الثاني والثالث في كاس العالم للانديه وربنا كرمنا ببرونزيه. ما جاش الوقت ان يترد الجميل للنادي الاهلي ان يساب لعيبته عشان الماتش السوبر اللي هيرجعوا يوم 14 يوم 13 والماتش يوم 15؟ يا حازم يا امام يا اللي مش شايف غير مصلحه الزمالك وبيطلع يشكرك مرتضى منصور، هل الاهلي ده من اسرائيل ولا من مصر وبيشرف مصر؟ ولا انت خلاص الغل واكلك من النادي الاهلي؟ انت عليك علامات استفهام كبيره قوي من ساعه عقد جده، ومش عايزين نتكلم لانك انت بنقول عليك شخص خلوق ومحترم، ووالدك كان شخص خلوق ومحترم وكل الناس بتحبه، انما هتدير غلط لمصلحه فرقه بعينها لوحدها، لا يبقى سيب الكرسي لغيرك اللي يقدر يبقى ميزان عدل، ما يملش للون اللي ورايا الابيض ده وفقط لا غير. فطبعا صدروا الموضوع ان مارسيل كولر يحل الموضوع مع روي فيتوريا، مش ان احنا نطلع ببيان لازم نقف مع النادي الاهلي وهنكلم المدير الفني انه يستغنى عن لعيبه الاهلي لان دول ماتشين تحصيل حاصل، لا اخبط ده في ده ويولعوا هما الاثنين. رحيل القندوسي عن النادي الاهلي واللي اتظلم كتير قوي في النادي الاهلي من مارسيل كولر رقم واحد، ومننا احنا شخصيا لما قعدنا نقول ده بيعمل مشاكل ومش عايز يطلع اعاره لسيراميكا كليوباترا. الراجل طلع امبارح اهو، ولكن العقده ما كانتش في احمد القندوسي ولا المشكله كانت فيه، كانت في اداره التعاقدات في النادي الاهلي الفاشله من وجهه نظري في اداره ملف المهاجم. ما بنغفرش اللي عدى، بنتكلم على المهاجم فقط لا غير. فالقندوسي طلع اعاره لمده موسم مع سيراميكا كليوباترا على ان يتم التعاقد مع المهاجم الاجنبي اللي في علم الغيب، واللي من هنا بنقول ان في تم تكليف لخالد مرتجي ان هو يرجع عشان يمضي على اوراق مهمه جدا، ولعلها يكون الشيك المنتظر للمهاجم اللي بنسبه كبيره الناس عماله تقول تقارير ان هي بنسبه 98% ان هو موليكا بعد ما نوافق النادي الاهلي على دفع 5 مليون يورو في المهاجم، ويستاهل، والنادي الاهلي وجماهيره يستاهلوا التضحيه دي يا كابتن الخطيب. لو تم ده شكرا، لو ما تمش ده هتتحطوا قدامنا في خانه اليك وموضع المسؤوليه ان انتوا ما يهمكوش جماهيركم ولا يهمكم غير السيستم اللي انتوا ماشيين بيه فقط لا غير. الحاج عامر حسين اللي مش شايف برضو ان النادي الاهلي نادي مصري، دايما الاهلي مسبب لي مشاكل، الاهلي في افريقيا مسبب لي مشاكل، دوري السوبر مسبب لي مشاكل 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 مشاكل. طب ايه رايك يا حاج عامر لو نسيب الدوري بتاعكم ده ونلعب في دوري تاني عشان تستريح من المشاكل؟ النادي الاهلي اللي رافع راس مصر بفضل الله بيسمى عليه الاهلي عامل لك مشاكل، اللي عامل قيمه للكره المصريه دلوقتي عامل مشاكل. هو النادي الاهلي ده اهلي جده يا حاج عامر؟ كل لما تيجي حاجه للنادي الاهلي عامل لي مشاكل، انما الزمالك سمعا وطاعه سمعا وطاعه. النادي الاهلي يلعب في افريقيا، هو الاهلي اللي بيحط المواعيد بتاعت افريقيا سواء دوري سوبر او دوري ابطال افريقيا ولا السوبر الافريقي، الاهلي بيتقال له كذا خلاص هنلعب يوم كذا، تلعب الدوري قبلها بيومين حاضر ونلعب افريقيا بعدها بيومين. ايه الحكايه يا حاج عامر؟ يا حاج عامر، يعني كلمه حج دي يعني حجيت بيت ربنا، يعني المفروض تعامل النادي الاهلي بما يرضي الله. واخيرا سمعنا له تصريح ان الاتحاد الافريقي عامل لنا ازمه، يبقى كلامك كله بقى مع الاتحاد الافريقي مش على النادي الاهلي. باقي حاجه خالد الغندور اللي طالع اشمعنى النادي الاهلي يطلب لعيبته من المنتخب. شوف ازاي يا اخي، تصدق والله العظيم الواحد خجلان يتكلم عنك بالطريقه دي، لان مش عايزين نختاب حد، ولكن لما الزمالك كان بيلعب في دور ال 64 كانت مهمه وطنيه ولازم المنتخب يسيب لعيبته لعيبه الزمالك للزمالك، انما الاهلي مش مهمه وطنيه، الاهلي بيلعب بلاي ستيشن، الاهلي بيلعب دوره مجمعه على القهوه اللي هي الضمنه الطايره دي، فبيقعد يلف لعيبته كده ويقعدوا يلعبوا ضمنه بقى او طاوله على القهوه. هو امتى الضمير هيصحى؟ الاهلي اللي بيلعب نهائي السوبر الافريقي بطوله تشرف مصر وتخش خزينه النادي الاهلي وخزينه مصر ان هي في دولاب البطولات، ولا الزمالك اللي كان بيلعب 64؟ يعني انا مهمه وطنيه اكبر يا كابتن خالد؟ والزمالك
خد لعيبته ولعب بيها، اللي هي الاهلي ما يلعبش بيها. والاهلي اللي ساب لعيبته في المنتخب زي ما قلنا في النقطه اللي فاتت، مش عايزين نكرر الكلام، ولكن ايه الحرقان اللي مسببه لك النادي الاهلي ده؟ ليه دايما خلاص خلص مرتضى واتربت نخش بقى على النادي الاهلي نكسر فيه، واشمعنى الاهلي واشمعنى؟ هو انتوا اصلا على الخريطه بتاعت افريقيا في الكوره دلوقتي، مع مش تقليل من نادي الزمالك، انا بتكلم في الوضع الحالي، علشان اصلا تقول اشمعنى عندك بطوله زيها اصلا عشان تقول اشمعنى؟ ما تخليك قاعد في التكييف كده اهوت وتتكلم كلام بما يرضي الله. النادي الاهلي عامل لك اكلان دايما، النادي الاهلي اللي مشرف مصر وبيلعب بطوله مهمه، بدل ما تطلع تقول لازم الاهلي ياخد لعيبته علشان دي بطوله مهمه والماتشين ما لهمش لازمه، لا للزمالك دور 64 ليه قيمه وليه لازمه، انما نهائي السوبر بين الاهلي والاتحاد العاصمه لا ملوش لازمه. طبعا غل دفين وحقد دفين. بعد ما خلصنا استديو التطبيل بنخش بقى على استديو مهاجمه الزمالك، مهاجمه النادي الاهلي، لعل الرئيس اللي جاي يخليني في القناه وافضل من تطبيل لتطبيل. يعني اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اشوفكم في حلقه جديده، سلام عليكم.